يا هلا بالحلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا كده نعمل حاجة حلوة ساقعة كده ترطب على القلب في الحر اللي احنا فيه ده. ايه شايفين؟ ما شاء الله جميلة جدا وبسيطة ومقاديرها كلها سهلة وموجودة في كل بيت واقتصادية جدا جدا. شايفين؟ ما شاء الله تحفة جدا. وما تنسوش بقى اللايك ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ما نبدأ. معانا هنا نص كوباية كريم شانتيه، ضربتهم كده مع نص كوباية مية أو تلات أرباع كوباية مية على حسب نوع الكريمة بتاعك، ومعلقتين سكر ومعلقة كريمة باستري. وضربتهم بالمضرب الكهربائي لما وصل القوام اللي انتوا شايفينه ده. انا مرضتش اضربهم معاكم عشان الفيديو ما يطولش اكتر من كده. ضفت عليهم بقى معلقتين لبن بودر اللي حطيتهم في الاول دول، ومعلقتين كبار من صوص المانجا الجاهز اللي هو جيلو مانجا. وكسرت عليهم كده بسكوتة حجم كبير او بسكوتين صغيرين، او على حسب برضو الكمية اللي انت عاوزاها، ممكن تكتري عن كده إيه لو حابة. تمام. وهكسرهم كده على الكريمة اللي انا ضربتها ونقلبها كويس قوي بالشكل ده كده. في الخطوة دي عايزة تضيفي عندك اي اضافات ممكن تضيفيها في الخطوة دي. ممكن فاكهة، ممكن شوكولاتات، ممكن اي حاجة عندك انت حباها ضيفيها. وضفت كمان كريسبي شوكولاتة. وممكن تضيفي برضو شكل شيبس الموجودة عندك حطيه. هي وصفة اقتصادية وسهلة. انت اللي بتخليها غالية وانت اللي بتخليها اقتصادية زي ما انت عاوزة، على حسب الاضافات بقى اللي بتضيفيها فيها. بس هي كده طعمها تحفة بجد وجميلة ومنعشة كده في الحر ده. عندي كده بقى قالب، القالب اللي انت شايفينه ده ممكن تحطها برضو في اي قالب موجود عندك. الموجود عندك، ما توقفيش نفسك على حاجة. فتحت كده كيس تلاجة وحطيته في القالب عشان لما نيجي نقلبه يبقى سهل القلب معانا. ايه، هغطي بقى بالشكل ده كده بعد ما فردته كويس. هغطيه بالشكل ده وهحطه في الفريزر مش في التلاجة. بس هحط عليه كده برضو، افتح كيس واحطه من فوق، ممكن تلفيه بالستريتش راب الموجود عندك. ونحط طبق عليه كده وندخله الفريزر لتلات اربع ساعات او لمدة ليلة كاملة زي ما تحبي. وبعدين نطلعه بقى نقلبه على صينية بالشكل ده كده. ويطلع معانا طعمه تحفة تحفة ويرطب كده معانا في الحر ده. ما تنسوش تقولوا لي رأيكم فيه ايه، وتنزلوا على رسول الله في التعليقات وتقولوا لي رأيكم في وصفة النهاردة ايه. شايفين بقى؟ هنزينها بحاجة بسيطة جدا، هنزينها بصوص شوكولاتة. وهنحط كده شوية كريسبي شوكولاتة من اللي احنا حاطينه في الحشو على الشوكولاتة كده معانا، يكسر بس لون شوية. وممكن نكسر برضو بسكوتة سادة كده واحنا نزين بيها، مفيش مشكلة خالص. شايفين؟ ما شاء الله تحفة بجد.